السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب يكونوا بخير. النهاردة هنعمل مع بعض الغدا بتاعنا، غدا سريع خفيف وسريع كده. دي بطاطس. البطاطس ديت اللي انا قلت لكم بحط عليها يعني بتحبي ناكلها كده بتبقى مقرمشة. بحط عليها معلقة كركم وملح وخل، واسيبها قبل الاكل بحوالي نص ساعة كده، فبتبقى مقرمشه وبتبقى جميله. بس ما بتخنش يعني يعني صباع البطاطس كده، بخليها يا دوبك ايه، رفيعه كده عشان تقرمش معانا. يعني الاكله دي محتاجه كده. انا معايا هنا حطيت معلقه سمنه في الحله واحمر مكرونه. الدنيا حر بقى النهارده قوي، فايه يعني بندور على الاكل السهل كده اللي احنا ما نقفش في المطبخ وكده. البطاطس على عين، وبعمل المكرونه على عين وهتبل معاكم. نعمل النهارده هنعمل كبده، اللي هي كبده برده. احنا بنحب الكبده، بنحبها العادي، اللي هي ان انا بقطعها مكعبات كده وبالزبده كده، ونقطع عليها قرن فلفل، وساعات اللي هي بنقلبها اسكندراني كده يعني. فبقالي كتير ما عملتش اللي هي المرده دي، فقلت بقى ايه نعملها النهارده. انا حطيت هنا معلقه توم مفروم، وحطيت معلقه فلفل اسود، والملح بقى يعني انت ايه، حقيقي الحاجه بتاعتك زي ما انت عايزه، وليمونه، واحط خل. وانا ما الكبده بتاعتي زي ما قلت لكم انا ما بشطفهاش، بس لو مش صبحه يا دوبك شطفه بسيطه كده. انا عملت فيها كده. نعم، حاضر. معلش بقى، كل ما اخش اسجل فيديو الاقي دخل ورايا، ما بيسيبنيش ابني. هحط خل بقى دلوقتي، يعني قيمة حوالي 3 معالق خل كده. لو الخل اللي هو الخام دوت اللي عندي ده خام أوي حامي أوي، فما بحطش كتير. طيب ماشي. بس زي ما هي كده، وانا شطفت الكبده قلت لكم عشان هي يعني مش صبحه، بقالها بتاع حوالي كام يوم كده. هي الكبده اللي معايا كبده بلدي، وعليها انا الاول قلبت كده يعني الحاجات دي في قلب بعضها كده. عليها بقى ايه، قطعت اللي هي المخاصي بتاعت الخروف بقى، العجل. هو انا عندي الاتنين على بعض، بتاعت الخروف وبتاعت والمخاصي بتاعت العجل. احنا بنحبها، او بنحبها بالاكتر بال يعني لما احطها على الكبده اللي هي المكعبات بالزبده كده، بحبها كده قوي. فعملتها النهارده كده بقى، قطعتها طرنشات، وهعملها عادي بقى بالرده، هعملها معامله الكبده عادي. ادعك بقى الحاجات دي كلها كده على قلب بعضها، واللي معانا البطاطس والمكرونه على النار، على بال ما هما يعني المكرونه تتحمر والبطاطس تحمر، تكون الكبده ايه يعني شربت من الملح والتوابل شويه. سيبيها بقى كده، دعكتها ببعضها كده بحيث انها تتشرب من التوابل ومن الليمون والخل اللي انا عاملاه فيها. ما تخافيش، ما بتبقاش فيها يعني ولا اي ريحه ولا اي حاجه. ادي المكرونه معانا اهو، والبطاطس على النار. ماشي. اتحمرت معايا المكرونه اهي، بحط معلقتين صلصه، احنا بنحبها حمرا كده، وساعات بحط برضو صلصه، وبقطع عليها طماطمايه كده، بقطعها صغير كده. احنا بنحب الصلصه في المكرونه المحمره تبقى كتير، ما بتبقاش يعني ناشفه كده او مجلده كده، يعني بحبها فيها يعني تبقى جوسي كده شويه. البطاطس بقى بصوا معانا بدأت تصفر ازاي، وتبقى مقرمشه كده، يعني فيها قرمشه كده. انا حطيت ميه عشان انا ما عنديش شوربه للمكرونه، فحطيت لها ميه. ساعات بقى ميه واحط معاها مرقه ماجي.
هحط بقى الملح، حطيت معلقه فلفل اسود وهحط الملح. عندك مرقه ماجي ما تحطيش ملح عشان هي بتبقى اصلا ايه يعني فيها ملح وكده. بس هسيب بقى المكرونه تشرب مع نفسها كده وايه اطلع البطاطس. اكل بسيط وسهل كده يعني. او بصي عملت اهو بطاطس وكبده والمكرونه وطبعا سلطه جنبيها، بس برضو تحسي برضو ما وقفتيش كتير في المطبخ وما خرجتيش من المطبخ، يعني كله ورا بعضه كده. بصي البطاطس طالعه مقرمشه معايا ازاي ولونها جميل. بتاع دي الكركم بيقرمشها مع الخل والملح. يا دوبك المكرونه هتغلي معانا، اروح موطيه عليها بقى واسيبها مع نفسها بقى كده. انا ما عملتش بطاطس كتير، هي كانت طاسه واحده، انا بعديها على طول احط الكبده. بس لو هتعملي كبده بقى او بانيه او اي حاجه طبعا بحمر البطاطس الاول. الكبده هنا عندي رده، وعلى الرده بحط عليها دقيق. انا ما بتبلهاش ولا حاجه، يعني ما بتبلش الرده مع الدقيق. انا ما بتبلش، بكتفي بالتتبيله اللي في الكبده نفسها. فما تعملهاش برده بس طبعا، وما ينفعش بدقيق بس. انا بحط الاتنين على بعض بتبقى ايه حلوه كده وماسكه نفسها كده، والكفر بتاعها ولا بيقع من عليها ولا اي حاجه، ما تخافيش. البس بس جوانتي كده وايه، واخد واحده واحده كده اتك عليها بحيث انها ايه ال ال يعني الرده والدقيق يلزقوا فيها كده. تكي بس قوي كده وهتلاقيه يعني الدقيق والرده مسكوا في حته الكبده كده. انا ما بصغرش حته الكبده، بسيبها كبيره، يعني كبيره زي ما هي كده، ان هي كده كده الاقيها بتكش في الطاسه. فانا بكتفي بقطعه الجزار، انا ما بصغرها يعني ما بقطعهاش تاني. هي بخليها كبيره زي ما هي كده، لانك مجرد ما تحطيها في الطاسه تلاقيها كشت كده. يعني ما تقوليش يعني ان الحته كبيره او قسميه ولا حاجه، لا هتشوفيهاش وقت شكلها عامل ازاي. يبقى وهي في الطاسه، ولا مني بقى تبقى طالعه صغيره ولا برضو كبيره، حلوه وسط. فهي قطعيه الجزار هي خليها زي ما هي. بس انتي شبعي بس حته الكبده بالايه بالرده والدقيق كده. فبما ان الدقيق اللي اسمه ايه الزيت انا عملت فيه البطاطس، فبتبقى اخر حاجه مثلا يعني اكون مثلا محمره فيه بطاطس طبعا قبل كده. بتنجان لا ما ينفعش طبعا، ولا بتنجان ولا سمك اساسي، يعني السمك لا طبعا، والبتنجان بيسمر الزيت. فانا قالي في قبليه بطاطس مرتين كده بطاطس، فاجي مثلا دي المره التالتة للبطاطس، وبعد كده قال لي فيك كده بعد كده مش هستعمله تاني خلاص كده. فما بحطش يعني زيت ايه جديد فيها. مفيش، حطي عادي زيت، ما طبعا لازم نحط عشان نقلي بيه، بس المهم ما يكونش الزيت اسمر، لان عشان ما يسمرش برضو معاكي حته الكبده. انا كبير عملت فيه مرتين بطاطس مثلا ولا 3 بالكتير قوي. بس احطي بقى زي ما ايه. انا بس كانت الزيت حامي قوي، فقلت ايه هتتحمر اما مش هتستوي، فوطيت شويه يا دوبك حطيت، وهرجع اعلي ايه، هرجع اعلي النار تاني بحيث بس ان الكفر بتاعها ما يقعش من عليها. ويطلعوا اللي في الطاسه بطلعها انا على مناديل. يرجعوا بقى اللي في الطاسه، اروح ايه حاطه غيرهم كده يعني وانا واقفه بقولك ما خرجتش من المطبخ وانا واقفه. ادي عملتي ادي المكرونه، وعملنا سلطه قوطه، وعملتي طحينه. بصوا الكبده انا ما بحبهاش ولا رفيعه او ولا تخينه قوي، من الوسط.
وادي المخاصي بتاعت الجميلة دي بقى، انا بحبها اوي بصراحة. وادي المكرونة، والشكل البطاطس عاملة ازاي، لونها اصفر ومقرمشة ازاي، وعيش صابح بقى، وعيشي حياتك بقى. تبقى اكلة جميلة والله، وخفيفة في نفس الوقت، ومتوقفيش كتير في المطبخ. متشكرة لكم اوي، السلام عليكم ورحمة الله.